اللي بيحصل ده غلط ده والله. ازاي تقولي من غير حرفان. ازاي تقولي كانت شاهدتها حبيبتي وكانت ده معانا في حصل. الاوضه. انا كنت مركزه في الشعر اللي انا بقوله. حرام عليكي، ده انت كنت بتسقفي، حرام عليكي. في المطبخ. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. لو عندك موهبه مكانك هنا، لو نفسك تحقق حلمك انت في العنوان الصحيح. المكان ده الحلم بيتحول فيه الحقيقه. معنا شباب بيكتب، شباب بيغني، شباب بيلحن، شباب موهوب جدا جاي يكسر الدنيا. اهلا بكم في ستار تيكر. النهارده ستار تيكر الراعي الرسمي للبرنامج بيقدم جائزه المليون جنيه للمتسابق. يعني اللي هيكسب هياخد مليون جنيه، يعني حلمك هيتحول لحقيقه. ومش بس كده، ألبوم كامل متكامل. يعني بياخدوا موهبه المدفونه يحققوها لحلم حقيقي، وباذن الله تبقى نجم. جاهزين؟ جاهزين متحمسين جدا. النهارده معانا كبار الشعراء والملحنين والموسيقيين بالوطن العربي. الدكتور علي الغياطي، الشاعر احمد عبد السلام، والمنتج العربي استاذ وليد العميري. اهلا اهلا. تمام. طبعا متسابقين النهارده انا حاسه ان في حاله توتر. لا لا خالص. انتوا فريش فاكين جدا. جاهزين نكسر نولع الجو. جدا. طب نبتدي طبعا ليديز فيرست. في طبعاً. بنوته واقفه نبتدي. اسمك ايه يا حبيبتي؟ انا اسمي نورسين وجايه النهارده اقدم شعر. ابدا. ابتدي. ماشي. بحبك كيف معرفش، وعلى فراقك مقدرش، من كتر الشوق خسيت وانا كنت تخينه وبكرش، الحب يا ابني بهدلني. ده مش شعر، ده هزل. لا مش فاهمه. يعني مش ايه عاجب تخينة حضرتك؟ وكرش؟ هو في شعر اسمه تخينه وكرش؟ هو حضرتك ما عطنيش فرصه ان انا اكمل. كملي ايه؟ انا مش عايزك تكملي ممكن اصلا. تخسي انا مش نهاية عايز الشعر اسمع يا حاجه زي فندم. كده اصلا. على فكره انا فين فريق وريته. الاعداد يا جماعه؟ مش المفروض فريق الاعداد بيقعد مع الناس اللي قبل ما يخشوا علينا؟ هو المفروض. يعني انا بصراحه مصدوم. انتوا بتعطلونا. طب مظلوم ايه يا ريس؟ مظلوم ايه يا دكتور؟ وتعطلونا ايه؟ احنا في سكة تانية خالص. احنا في هزل ومهزلة بتحصل، يعني مش معقول. ايه ده؟ طب فرصه بس يا دكتور. فرصة لايه؟ فرصة لايه؟ ده بتتكلم في الكرش والكرشة والامعاء الغليظة انا والامعاء عايزه الرفيعة اكمل، انا عايزه اكمل. وخسيت وما ده هناك بقى في الدايت. تكملي ايه؟ انا مش فاهمه. انت يعني بقى ايه بقى؟ عارضة على دكاترة الدايت يعني؟ عرضتيهم عشان يدوكوا علاج وتعملي الدايت وتخسي والكرش. طيب كمل الشعر يعني. سيبني اقول. خلينا نشوف يمكن تكون نقله حياتيه. مثلا كانت مثلا حاجه وبقت حاجه. وصلتي الوزن كام في الاخر؟ انت جايه تهزري؟ دول اساتذه. ايه ده؟ انا مش اللي عارفة. بعده المتسابق اللي بعده. اسمي يوسف ممدوح، خريج المعهد العالي للموسيقى العربيه، وطبعا قسم فويس. الموهبه ايه اللي هتشتغل عليها؟ غنى وانا غنى. كمان ملحن وعامل اغنيه كلماتي والحاني وهغنيها لو تسمحوا لي، يعني كوبليه بس صغير يعني. اتفضل اتفضل. ما تيجي ناخد صورة للذكرى وهي تبقى أنا آسف والله. حاجة انا اسف تفكرك انت بتقول اللي بعده بكرة. بس. لا ده لحني حضرتك سمعته له بره، جه قالوا لحن يا استاذه انا مسجله يا فندم. انت بتقول ايه يا مش فندم؟ كنترول عند حضرتك على لا 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 ثانيه، يعني وري حضرتك ده انا يا مسجل أستاذة الاغنيه. نورهان. بالراحه. ايه اللي حصل يا فندم؟ بيقول في لي إيه؟ بره انت هتغني ايه؟ فقلت له حاجه من اللحن، قال لي سمعني. ها. فسمعته قال لي ده لقطه في وداني قوي، الاستاذه دي تشهد عليا والله، ممكن تقول. لا مش فاكره بصراحه. مش فاهمه بالراحه يا لحن مين؟ انت عايز تغني بعده؟ لحني انا يا فندم أوكي. ومسجله اهو، ممكن اسمعه لحضرتك. هو ايه أستاذة. لحن مين يا فندم؟ بس بالراحة أنا آسف، بس لحن مين؟ لحني انا انا. عايز اللي أنا غنيته من شوية لحنك أنت؟ انا مش عارف. انا أنا ممكن مش فاهمة. أقول بتهزروا؟ لحضرتك، اقول لحضرتك حاجه لو بس. بتهزروا عشان هو قولوا. أكيد انا بيهزر. اسمي احمد حماده يا فندم. انا مغني مع نجوم كبير في الوطن العربي، ليا الشرف طبعا ان انا واقف مع حضراتكم. نجوم الكبير وائل جسار، رامي جمال، محمد فؤاد، بهاء سلطان، وبعافر انا. سمعني بيقول لي ايه بره انت هتغني ده إيه ايه؟ علاقته بيا؟ أنا خريج بقول لك موسيقى يا رب عربية يوفقك قسم ويكرمك، فويس. اقسم بالله هذا حصل. ايه يا استاذه دلوقتي يرضيكي في كده انا في هتسمع مسرحيه حضرتك؟ بتحصل يا استاذه نورهان. لدرجه ان انا مسجله اي بصي يا حضرتك. علي في ناس انت استنى مسجله ايه؟ اي مش انت اللي كاتبه؟ لا في ده لحن نظريه اهو، بتحصل لحن. كده في غريبه قوي يعني. ممكن انت حافظ اللحن الاخر ممكن تقوله؟ لا طبعا انت اللي مش حافظه إيه ده؟ الاخر. أنا بس ثانية. أنا مش فاهم ثانية هو بقى، ماله. كلامي مش هو كلامك. ستوب حافظه ستوب. حافظه. غني غني. ما تيجي ناخد صورة للذكر وهي تبقى حاجة تفكرك بكرة.
بالحب والايام وبالماضي ده انت حافظها بقى قوي، ده انت متابعني على وإني الفيسبوك. بينا ما راحش يا على الفاضي. الفاضي عايز ما ايه تاني؟ تيجي طب ناخد يعني لا معلش بس صورة ثواني وتبقى ثواني يا استاذ، هو اللي بيحصل دوت ميكس دويتو، يعني احنا نحكم على ايه ولا على مين ولا على حضرتك فين؟ عارفني كويس. افهم بس بعيدا فندم، عن انا كده لو حضرتك كنت سمحت يا اكيد يوسف. تسمع معلش لا خليك بس لو ماشي. سمحت في دورك يا استاذه، ما فيش سيطره على اتفضل، الحلقه اتفضل. من لا طبعا البدايه، مفيش حلقه كده. سيء جدا إزاي حضرتك وموقف كده؟ ما انا يحصلش كمان يعني وسقطه ما بوزعها تحصلش. كمان اليومين دول مع الموزع الكبير أنا اسامه عبد ساكت. الهادي، أنا ممكن ساكت. نتصل بيه حالا. اللي بيحصل ده غلط، ده والله ازاي تقولي من غير حلفان. ازاي دي تقولي كانت مش شاهدتها حبيبتي شاهدتها ده وكانت معانا حصل؟ في الاوضه. انا كنت مركزه في الشعر اللي انا بقوله. حرام هما عليك كانوا كده، انت عاملين كنت يغنوا. بتسقفي، حرام عليك مركزه في يا شيخ. المطبخ كمان. انا يا عم انا انتوا والله العظيم باللي إزاي بيحصل ده تعملوا كده؟ تهريج. ما بعد اذن حضرتك لو في سوء تفاهم نجيب لك يا حقك. فندم ما ده انا تقولش بجد ازاي نعمل هيحصل لي كده. حاجه إيه والله. ده؟ ايه اللي ده حصل؟ والله العظيم يا فندم اقسم برب العزه، قال لي هتغني ايه؟ سمعني هتغني ايه؟ غنيت له اللحن، وقال لي، قلت له حتى بيقول لي هتغني حاجه من لحنك ولا هتغني؟ قلت له ممكن اسمعك حاجه من اللحن. انت شاهدتها اللي كانت حاجة. معانا في هو الاوضه. معقول ان هو هيسمعه من مره يحفظه؟ والله مثلاً- عدتها 100 مره يقول ده لي هو لا سمعني الجايد بتاعك اللحن. يا احمد، هو الجايد بتاعك كان في الغنى. التراك ده دلوقتي، ثواني كان هو الجايد وانت اللي بعده، انت اللي بتستلم منه. هو الفوكال. بهزر يا فندم ده يا انا فندم، سمعك انت بقيه اللحن ما لو هو عايز انت حضرتك. داخل بتشوشر، ده أنا ممكن حقد أحفظ في 20 منتهى جملة أو 50 يعني. جملة. والله بجد يا ممكن أستاذة، اسمعك بقيه اللحن الكلام ده كله ما لو هو ينفعش. حافظه حتى. شوف الموضوع كده مش طيب. هيفني. معلش ممكن يغنيها مره كمان بعد اذنك يوسف ثانية واحدة غنيها ثانية واحدة غنيها. بس قبل ما يغني، هو ينفع نحفظ منك مثلا 30 جملة مثلا في 5 يا دقايق؟ فندم كمل لحد السينيو حتى لو هو قاله. طب ممكن بعد اذنك تكمل؟ قول. انت معاك ورقة او حاجة كاتب فيها الحاجات دي؟ ده معايا ده انا موزع كمان عند معايا كلمات الشعر كمان ممكن اشوفها بعد اذنك؟ يا لهوي ده انا حالا يا فندم، يا نهار ابيض. يعني حضرتك بس انا اسف انا قبل ما همشي مع يوريك، الكلام، قبل أنا ما همشي مع يوريك بس الكلام. قبل ما يوريك، اتفضل. دي اغنيه انا قلتها فيديو حرام على عليك. التيك توك حرام عليك يا وعلى أخي. الفيسبوك هاتها دلوقتي بص حضرتك. وعلى ممكن يا يكون أستاذ، متابعني على يا فكره. أستاذ، تعالى، يا تعالى، فندم تعالى. بتوعي. يا الفانز بتوعك ايه؟ انا اسمي احمد حماده يا فندم. انا اسمي يوسف ممدوح يا فندم، بقول اسمي لك. يوسف ممدوح. معلش يا استاذ معلش. يوسف اتفضل يا استاذ يوسف اسمعني. قول. الدكتور بعد اذن حضرتك من اللي بتهتم بالكلمه، عشان كده تروديه. ده شغلك. لا اصل مش هيحفظ كل احنا ده. مش جهه تحقيق. هيحفظ خليه كل ده. خليه يقوله يا ريت والله. قول. ما تيجي ناخد صورة للذكرى وهي تبقى حاجة تفكرك بكرة بالحب والأيام وبالماضي، وإني تعبنا ما راحش على الفاضي. يا ابني انت وإن- مجرم يا ابني، عرب قول الكوبليه، طب قول واداء ايه ده؟ خطير. ايه ده؟ أعمل إيه تاني؟ يعني معلش انت ادعي عليه بالباطل. انا بدي عليك. طبعا، ما هو انت مش عارف كمل يا دكتور، مفيش كمل يا جمله دكتور. اتقالت غلط يعني. كمل في كلمة اتقالت غلط. بصراحة لا. قولي كمل والنبي كمل. يا جماعه معلش سمعني حاجة تانية. لا بس برضه ما هو عينيا الولد طبعا. بيشتكي، عندك حق لو انت عندك حق. كمل. لا لا يا فندم بعد اذن لا، حضرتك لا، يا بقول فندم. حد في الآخر. معلش انا بعد هخرج إذنك. من سيبك من القصه الأغنية ديت دي. لا وفصلها. سيبني ايه أفكار. الأغنية يا طب فندم؟